يا رجاله عاملين ايه؟ كله قلصته. خدتوا بالكم ان انا جاي من هنا عشان انا مش واخد بالي ان انا بعمل فيديو، يعني عادي. انا بقالي نص ساعه بحاول اعمل الحركه دي. النهارده عايز اتكلم في حاجه مهمه قوي، وهو الناس اللي بيعملوا محتوى مجنون، الناس اللي دماغهم مش معانا، الناس اللي مش هنا، الناس اللي في حته تانية خالص. في نوع فيديوهات كده بيظهر لي بقاله فتره، الناس بيعملوا فيديوهات مجنونه. عارف الفيديوهات اللي انت بتظهر لك بتبقى عارف ان انت اول ما تفتح الكومنتات هتلاقي حد كاتب له انت الرهاب الاجتماعي بيخاف منك كده بقى. هتلاقي كل الكلام المستخدم اللي مش عارف شخصك المفضل، لحظه ادراك، الرهاب الاجتماعي، الكلام بقى بتاع الناس اللي ربنا مسلط عليهم نفسهم. فلاحظت ان في حاجه بتحصل كده على السوشيال ميديا، هو ان في ناس بدات تاخد اتجاه اللي هو بيعملوا فيديوهات معينه بطريقه مجنونه تبين ان انت مش متزن نفسيا، بحيث ان الناس تخاف يعني تكلمك. يعني البنت دي مثلا بتظهر لي بقالها فتره، البنت دي من زمان اصلا عارفها، يعني زمان كانت بتنزل فيديوهات كده، كان عندها عادي نوع الخلل ده اللي هو بتاع الفتره العمريه دي، لا عادي ما بتسمع بي تي اس، مش عارف تحب كيبوب، ما كانش حد مركز لان دي مشاكل عادي بتتحل مع الزمن يعني. بس هي اختفت فتره، يعني في حد اكيد من العيله خد باله من الفيديوهات. بعد كده رجعت مؤخرا تاني، بقت كل يوم بتصحى الصبح تلبس وتنزل تروح مول العرب تبص على الناس، تخلص تروح مروحه تطلب لبس لون اسود من اوسخ لوكال براند في مصر، وتنام تصحى تاني يوم تعمل نفس الحاجه. طبعا فكره ان هي بتقف في مكان عام في مول مثلا تقعد تتنطط وتخوف الناس اللي ماشيين، لو حد جه يكلمها مثلا اتجنن في مخه وقال لها ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، انت في مول يعني او في محل لبس مثلا، هتروح مصوته ولما عليه الناس وبتكسر اي حاجه تلاقيها قدامها وتقع في الارض وتقعد ترفص وتشد في شعرها. هتروح مطلع لك روشته تثبت ان هي في دكتور شخصها ان هي عندها بوردر لاين ومكتوب لها جاب ماشي من الصيدليه. هتعمل ردة فعل اي طفل لما انت ما بترضاش تخليه يدخل مقص في عينك مثلا، هتلاقيه وقع في الارض وقاعد يصوت اكن في حد قتل امه وابوه، مع ان هو عادي يعني انت مش عايزه يأذيك، بس هو عارف ان هو طفل، هو مدرك ان هو طفل، فهو عادي ان هو يقعد يصوت ويزعق زي But there's some mixed reaction from students just ahead. هي نفس البنت دي بتعمل كده، لو صوتت في البيت كام مره قالوا لها بس عملوا لها اللي هي عايزاه، فقررت انها تعمل ده في كل حته. في بقى جنان حس الفكاهه، ده الجنان اللي بيخليك من كتر ما انت كوميدي وبتهزر مجنون مش طبيعي لاسع. عارف العيال اللي بيتحركوا اللي بيقعدوا يطلعوا فوق الحاجات وينزلوا وبتاع، تبقوا انتوا ماشيين صحاب مع بعض تلاقي واحد بيلف بظهره كده وبيتكلم، دي بقى رزونه. وياه حبايب قلبي رزونه وكل حياه رزونه. رزونه انا شفت ناس كتير بتتريق عليها ومعرفش ليه، وكلهم بعد ما اتريقوا عليها طلعوا بيعتذروا، كل الناس اللي اتكلموا عنها اعتذروا بعديها. مش عارف هل ده يدل على حاجه بصراحه ان هي تقدر تفشخني عشان اجي بتسمعها، بس انا ما عنديش مشكله معاها والله، عندي مشكله مع الاولانيه عادي. بس بصراحه رزونه انا عرفتها بسبب ميمز بتتعمل عليها، وكل الناس كانت بتتريق على الانترو بتاعتها، يعني هي كل مشكلتها في الانترو بس. نقول كلنا سوا يلا. وياه حبايب قلبي رزونه وكل حياه رزونه. طب تاني المقدمه تاني. وياه حبايب قلبي رزونه وكل حياه رزونه. ما اقدرش يا جماعه. بس انا بما ان انا شخص مميز يعني ومختلف، حسيت ان الانترو دي مش كفايه ان انا اتضايق منها او اتريق عليها. وياه حبايب قلبي رزونه وكل حياه. الانترو دي حاجه الناس كلها بتعملها بطريقه يعني انا في اول فيديو بقول كله لسه، يعني ده حاجه ترضي ربنا. اهم واحد على النت، اهم شخص، اهم كونتنت كريتور في مصر، دي بدايته. فانا بصراحه حسيت ان انا مش هحكم عليها من الانترو، يعني كلنا يلا وحشتوني، لازم اديها فرصه واكمل الفيديو. معقوله رزونه الفقره الليليه محمد رمضان ده ولا مين؟ مع بعض يلا كلنا المقدمه بصوت عالي. وياه عودة حميدة لمطبخنا وفقرتنا الليلية تاني يا جماعة بعد غياب أسبوع. كم؟ يا ترى كنت فين يا رزدون الأسبوع ده؟ ما كنتش في حتة. طب يا ترى يا أبو رزاريز عشان النهارده في الفقرة الليلية مفيش عشاء، والله العظيم مفيش عشاء، بكلمك بأمان. فرايد تشيكن، فأكلت الوجبة كلها بتاعتي وما بقتش أي حاجة. لحظة ندم بقى ان انا مش هتعشى، مع عيب نتغدى من بره ونتعشى من بره، ما تحترمي نفسك. للاسف الشديد اكتشفت ان دي طريقه كلام رزونه بتقعد 3 دقايق بتتكلم بالطريقه دي، مش في الانترو بس، وساعات كمان العظمه بتاخدها يعني فصوتها بيعلى وبتبدا تعمل حركات بقى الكوميديا، يعني بتبدا تطلع صوت الكوميديا. عارف صوت الكوميديا؟ عارف لما حد يبدا يتكلم صوت الكوميديا؟ والله العظيم مفيش عشاء. لحظة ندم بقى ان انا من بقى، ما تحترمي نفسك. فرزونه دي البنوته اللاسعه اللي هي عندها ربع ضارب، بس بطريقه حلوه، بطريقه كوميديه، مش لكنها عاقله وكل حاجه، اللي هي لو انت صاحبتها ورحت قلت لها سر هتروح قايلها بصوت عالي قدام الناس وانت مش هتزعلي منها، هتضحكي لانها مطرقعه. تقدر بقى تستخدم كل المصطلحات، مطرقعه، لاسعه، ربع ضارب، الرهاب الاجتماعي بيخاف منها، يعني خليك مسخ على قد ما تقدر، كل ما تبقى مسخ تعرف توصف اكتر. بحس ان رزونه عامه بتتعامل مع اللي بيتفرج عليها ده ان هو انسان بدائي، يعني بتتعامل مع الفانز بتوعها ان هم كلهم دماغهم مربعه. دي
لبانه وده انا باكل اللبانه كده. يا جماعه دلوقتي هعمل لكم مشهد تمثيلي من فرحي باذن الله. رقصه هعملها محمد قال لي لو عملتيها في الفرح انا هسيبك وامشي، لان الاغنيه كرنج ومش هتشتغل في فرحنا، والرقصه كرنج، لكن انا برضه هعملها باذن كانوا كلكم شغالين الاغنيه. حماس كلنا مع بعض. بس والله لاحظت ان رزونه بتفتح باب مشكله تلفت نظرنا ليها، وهي الناس اللي بيعمدوا يتكلموا بطريقه غريبه كنوع من التميز. يعني هو عادي بيبقى انسان بس بيجي في الفيديو تلاقيه السلام عليكم يا جماعه عاملين ايه النهارده خير. ده بيحس ان هو لو عمل كده ده هيميزه عن بقيه الكونتنت كريتورز. وهو كل واحد بيعمل او بيتكلم بطريقه غريبه كده بيبقى جوه دماغه، يعني هو جوه بيبقى نفسه مسولاله ان هو كل ما يعمل حاجه غريبه الناس هترتبط بيه اكتر، هيحس ان هو مميز. اتكلم بص بيتكلم ازاي، دي حاجه غريبه، دي حاجه مثيره للاهتمام. كل الناس هتتجنن بشخصيته زي المخترع الكبير كده دكتور مكاوي طبعا. تقول لها مالك عايزه تتاكلي كده ليه؟ في بقى البنات اللي هم عايشين بشخصيه منى شلبي اخر مثلا 30 فيلم عملتهم، البنات المتحدين مع الطبيعه، المتخاصمين مع السويد، اللي اول ما بتشوفهم بتحس انك قاعد في نويبع ولابس بنطلون واسع من غير كلوت وبتشخها في الرمله. عارف احساس ان فاكس تسرح شعري؟ عارف لما تصحى في يوم تلاقي البرفيوم والغسول والديودرنت خلصانين مع بعض، فتبدا تفكر كده ان الناس بقالهم ملايين السنين عايشين على الارض محدش كان بيستخدم الحاجات دي، اخر 100 سنه وبس العولمه هي اللي عملت كده بحيث ما تشتريهمش. يعني كل الاحاسيس دي بتجيلي بس بمجرد ما بشوف نوع معين من صناع المحتوى. النهارده صحيت حسيت نفسي برجر. اللي جاي في دماغي دلوقتي بس رهيفه، يعني مش ما يمشيش عليها كل الكلام ده، يمشي عليها بصراحه بس انا مش عايز ازعل يعني. بس انا اللي جاي في دماغي دلوقتي رهيفه انا بدايتي معاها كانت مش حلوه قوي بصراحه، لان انا اول حاجه شفتها لها كانت بتتكلم في حاجه مقرفه فشخ بجد، كانت بتقول حاجه صعبه، واللي كان لافت نظري ان هي بتتكلم في الموضوع كأنه عادي، يعني كأنه عادي يعني ايه المشكله يعني احنا بني ادمين يعني نتكلم في حاجه مقرفه عادي، مش احنا بني ادمين نشخ على بعض عادي. بس رهيفه بنوته برضو يعني كتكوته. انا بنوته. عارف ان اكيد المشكله الوحيده اللي بتواجهها في حياتها انها عايزه مثلا تسيب شغلها وتروح تعيش في دهب، تعمل مشروع هناك، تقعد تعلم الناس يوجا وتعلق سجاده على الحيطه. ودي عامه ما بتريقش، دي نفس احلامي. انا نفسي برضه اروح اعيش في دهب واشتغل واكل من شغلي، من الحاجه اللي انا بجيبها. يعني احاول انا اصطاد مثلا سمك او يهود، تصحى الصبح تعمل كوبايه شاي وتحصد الهيدرو. المهم ان كل الناس دي بيجتمعوا على حاجه واحده، ان محدش ينفع يتكلم عليهم. يعني ما ينفعش تخش تقول لهم انتوا ايه الخرا اللي انتوا بتعملوه ده، يعني ما تعقلوا شويه وبطلوا تلف، عشان دي طبعا طبيعه. يعني هم الناس بيتصرفوا عادي، وطبعا لو حد عايز يديك بقى مؤبد هيقول لك دي حاجه نفسيه. يعني البنت دي بتتنطط عشان ده ADHD، طبعا المرض ترند، كلنا عندنا ADHD طبعا. هيقول لك دول ناس عندهم مرض، ده مرض اسمه الرهاب الاجتماعي بيخاف منك. ازاي تتكلم؟ دول تحفه بجد. انت مش تحفه، مستحيل تكون تحفه. انت تلاقيك بتروح الساحل تتشطف بعد ما تشوف. عارف عامه الكلام اللي هو ده مرض، اللي هو بيحط لك مرض نفسي في اي حاجه عشان يبرر اي فعل يعني. بس هو لا، يعني لو ده الواقع خلاص اللي احنا هنمشي عليه، يعني لو دي الحياه، طب على الاقل في الكونتنت لا، يعني مفيش حد بيعمل حاجات غريبه في مليون فيديو ينزلهم على النت بطريقه خارجه عن ارادته، يعني اكيد قاصد. اصل اي حد بينزل فيديو بيشوفه 100 مره الاول. ليه عامه في ناس عرفوا يخترعوا حاجات جديده ما ينفعش تتكلم عنها، كل واحد من جواه عارف ان في حاجه هنا، بس ما ينفعش حد يطلع عشان انا اخد القرار، يعني مش هبقى انا الوحش. ليه ما بنتكلمش مثلا عن محتوى الناس اللي هو كل محتوى ان هو شقيان، ان هو عنده مشروع؟ ليه ما بنتكلمش عن مروان مسلماني مثلا؟ ليه دي حاجه مسكوت عنها؟ محدش ظهر قدامه فيديو مروان وهو بيعمل ستاند اب كوميدي، من هنا كل كلمتين عربي بيصنف كلمه انجليزي في النص، وعمال يعمل حركات الكوميديا. فيقول لي اذا حتى لو هي عارف مروان بيعمل اللي هي حركات اللي هو بعد ما خلص الافيه راح اهو افيه اتفضل افيه اضحك. هل بجد محدش عايز يقول للناس بطلوا تذاكروا كوميديا، بطلوا تاخدوا كورسات كوميديا؟ يعني مروان باين ان هو بيهزر هزار، هو راح درسه في مكان قالوا له لما تعمل كذا كذا ده بيضحك. دي حاجه نفعت معاه فشخ قبل كده. يعني هو طلع في مسلسل قبل كده كان عبقري، كان بيمثل لكنه بيمثل بقاله 50 سنه، بس اول ما بيعمل فيديو او لايف شو مثلا بتلاقي بقى فيه بقى ايه شل شاب. لو حب يجدد شويه بتلاقي بقى اسماعيل ياسين، حركات اسماعيل ياسين بقى، ده هو خلاص يعني عايز يواكب الشباب، يعني مع ان هو اصلا شكله عنده 24 سنه مثلا، هو مش محتاج يواكب، محتاج يتصرف على طبيعته. بس اكيد كلنا لازم نجدد وكلنا نسمع عبد الحليم وتوليد، بس لا يا اسطى لازم قبل ما نعمل اي حاجه ننسى الكلام، لازم نغتسل، تنسى الورش بتاعت اعمل نفسك راح تتقدم لواحده شمال والحاجات دي. اول حاجه بتتعلمها في اي ورشه تمثيل بتاعت مثلا انسى حاجه اسمها احراج، لا افتكر كل حاجه اسمها احراج. الاحراج اهم حاجه تفتكرها وانت بتعمل اي حاجه. يا حبايب قلبي رزوق. بس كده يا رجاله، كده الفيديو خلص. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا فولو على الانستجرام، تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام. بس كده يا رجاله، سلام. معايا كده يا جماعه.
1,800,000 شخص الحمد لله بفضل الله بيحبوني وبيحبوا المقدمه بتاعتي. اركز معاهم ولا اركز مع الاربعه خمسه المتغاظين دول؟ ده انا هفضل اعمل واعمل واعمل في المقدمه. ويا حبايب قلبي رزونه وكل حياه رزونه. ويا حبايب قلبي رزونه. هاي يا جايز، لبس اللايف بحبكم.